اهلا يا روح امك. تعال يا علي، تعالى تعالى اقعد جنبي. ايه شقة غريبة، جاي هنا ليه؟ ايوه دلوقتي احكي لك. احكي لي يا ابني، اقعد جنبي اقعد. حاضر. مالك يا روح امك؟ حاضر. الحقيقه بقى ان انا مش عاوز اخبي عليكي. ليه تخبي عليا؟ ايه خير ان شاء الله. انا زعلان قوي. زعلان؟ زعلان من ايه يا حبيبي؟ احكي لي، قول لي. حاضر. مراتي بوسينة مالها؟ غبت وراحت لاهلها. في 60 كشحة مع ألف سلامة. وإيه يا أخويا اللي مزعلها؟ دي يعني اللي مزعلك قوي؟ ازاي بزعلش يا ماما؟ مش مراتي. انت مالك خايب كده زي اختك؟ وايه سبب زعلها يا سيدي؟ بقول لها قومي اغسلي لي القميص، لويت لي بوزها وراحت شخطه فيا وقالت لي ما تقوم تغسله انت. اخص عليها اما بجحة. الله، تخليك انت يا راجل تغسل القميص وهي قاعدة؟ ايه ليه لا يا حماد؟ الزوج مش لازم يعاون مراته؟ اسكت انت. حاضر. ها، وعملت ايه يا علي يا ابني؟ بعت القميص للمكواجي عشان يغسله بمعرفته. جاتك خيبة، طالع خايب لابوك. ليه لا يا حماتي؟ انت عارفة ان الزوجة لها حقوق شرعية ولا ايه؟ اسكت انت. حاضر. ما هو الحق عليك يا علي، ما انتش عارف تمشيها. الزوجة لازم تغسل وتطبخ وتكنس. الله، ليه؟ هي أسيرة ولا جارية يا حماتي؟ قلنا اسكت انت. لا اسكت ازاي بقى؟ ما انت زودتيها قوي يا حماتي. مش عارفة حضرتك ان الحاجات دي كانت زمان ايام اليغمة؟ دلوقتي احنا بقينا في العصر الحديث، والزوج لازم يعاون مراته في شؤون البيت. يعاونها في الغسيل؟ ويعاونها في الطبيخ كمان. هو اكتع ملوش ايدين زيها يا حماتي؟ كنوز الدراما. يا خبيث، يا مكار. مظبوط ولا لا يا حماتي؟ لا مش مظبوط. وش معنى بقى؟ ما تسيبني يا حبيبي اتفاهم مع ابني. حاضر. انت مالك؟ حاضر، خدي راحتك خدي راحتك. الزوجة يا ابني عبارة عن حتة قماش رجالي. الشاطر اللي ياخدها انقص شوية، واللي اشطر اللي يفصلها على قده. الزوجة يا ماما